واخيرا يا جدعان لقيت الكيك الياباني اللي كان نفسي اجربها من زمان. اهلا بكم فيديو جديد مع احمد الشريف، والنهارده هنشوف تجربتي مع الكيك الياباني المشهوره اللي اخيرا لقيتها، وكمان حاجات تانية حلوه قوي. يلا بينا. المكان دي ليس طبعا في محطه الرمل، اكتشفت انه بيعملها فنزلت على طول جبتها من عنده، وطلعت من عنده على طول قلت اقعد عند عمو سعد باشا زغلول. وجبت كمان من عنده كيك سان سبستيان وفقا لترشيح كتير منكم ان هي جامده فعلا من عنده. جبت كمان اختراع البوكس ده لسه نازل جديد عنده في المنيو. اول حاجه جربتها طبعا الجابانيز كيك دي، ودي بتكون في علبه معدن كده شيك جدا، وكمان معاها صوص توفي كراميل، وتكون عباره عن قالب كيك مدور كده وعليه من فوق سكر بودر. كنت خايف طعمها ما يعجبنيش بسبب ان شفت في طريقه عملها في الفيديوهات الياباني كميه البيض اللي بتكون فيها، بس اللي كان مخوفني اكتر سعرها اللي هقول لكم عليه كمان شويه. بس الحمد لله طعمها طلع حلو قوي وكانت فريش فعلا، والسكر اللي فوق ده عشان هي مش مسكره قوي عامل معادله جميله جدا. طعمها قريب جدا من كيكه الحليب الساخن التركي، طعم اللبن فيها هو اكتر طعم باين، بس عجبتني اكتر واكتر مع صوص التوفي كارميل ده، بجد كانت لذيذه جدا. اما بقى سعرها للاسف ما كانتش رخيص، القالب ده كان ب 120 جنيه، وده طبعا رقم كبير جدا على قالب زي ده ممكن يكفي فردين بالعافيه. بس يلا مش مهم، المهم اني جربتها واديها 8 من 10 للطعم و7 من 10 للتجربه كلها عشان سعرها طبعا. تاني حاجه جربتها بقى هي تشيز كيك سان سبستيان، وده وفقا للكلام كتير منكم انها جامده فعلا هناك. طبعا جايه ترشيحات تانية هبقى اجربها واقول لكم لو كانت حلوه ولا ايه. طعمها كان لطيف، ما كانش فيها طعم البيض اللي كان مضايقني لما جربتها المره اللي فاتت عند مرزوق، بس ما كانش فيها حاجه مختلفه عن اي تشيز كيك عادي، بل بالعكس التشيز كيك العاديه بتكون فيها بسكوت من تحت ومن فوق توبنج بالحاجه اللي انت بتحبها. فهو واضح ان الترند بتاع السان سبستيان ده اصلا على بعضه مش لطيف قوي يعني، وكمان هي بتيجي من عنده من غير صوص، وده مش حاجه حلوه خالص بالنسبه لسعرها اللي هو 55 جنيه. فاخدت من صوص توفي كارميل اللي كان في الجابانيز كيك وجربتها تاني بيه، وكانت كده حلوه فعلا جدا. فنصيحتي لو حابين تجربوها لازم يكون معاها اي صوص يكسر طعم الجبنه الكريمي ده شويه، واديها 7 من 10. اخر حاجه جربتها من عنده بقى وهو اختراع البوكس ده، ودي بتكون عباره عن عجينه كرواسون على شكل بوكس مكعب كده، وبيعملها باين باطعم مختلفه اللوتس ونوتيلا واوريو، بس انا قلت اجرب حاجه مختلفه بقى واجرب الطعم الرابع اللي هو الفراوله، وطلعت معلم في اختياري. بصراحه كانت تحفه جدا جدا لحد بكره، كانت خفيفه خالص وبجد من احلى الحاجات الحلوه اللي اكلتها السنه دي بدون اي مبالغه. طعم الكرواسون تحفه وباين فيه طعم الزبده المحترم جدا، ومن فوق الوايت شوكليت بطعم الفراوله بشكل الوهم ده، وعليه من فوق قطع الفراوله كمان، والحشو اللي في النص اللي عباره عن كريم مضروب فيه فراوله بجد مش صوص وخلاص، وكان طعمه كان تحفه جدا، وبجد اديها 10 من 10، وكمان سعرها كان 45 جنيه، وده على حجمها وطعمها مش وحش خالص، حلو جدا. واهم حاجه بقى بعد كميه السكر دي تحبس بكوبايه شاي بالنعناع كده، ودي كانت ارخص حاجه في اليوم ب5 جنيه بس الحمد لله. وبس كده، اشوفكم بخير الفيديو الجاي، سلام.